الصينية دي أنا وقعت في حبها من أول مرة كلتها. صينية فلاحي بامتياز، صينية البروتين. الصينية دي بيعملوها في الأرياف، يعني خاصة في بلدنا في المنوفية، الأيام اللي ما بيكونش فيها أسواق، بدون لحمة أو فراخ، بس هي والله صينية البروتين. يا جماعة أول أكلة تيجي على بالي كده لما أكون محتارة في غدا كل يوم، سجليها عندك هتعشقي طعمها بجد، لازم تجربيها. قبل ما نبتدي شجعيني بأجمل لايك، وشارك الفيديو لو عجبك مع أصحابك. يلا نسمي بالله، نصلي على رسول الله. وجبت بقى بصلاية حمرا كبيرة كده، وجبت بصلاية حمرا عشان تبقى مسكرة وتسكر صينيتنا النهاردة. ما تستعجليش، المكونات بسيطة ولذيذة وهتعجبك جدا جدا. ما هو مش شرط لحمة وفراخ عشان الأكل يبقى حلو، انسي المفهوم ده تماما. بعد ما قطعت البصلة كده لقطع صغيرة، غسل حوالي كده نص كيلو من الطماطم، حوالي 7 طماطمات كده كبار، وفي الخلاط هضربهم. وبعد ما ضربتهم طبعا لازم تصفيهم، احنا مش عايزين قشر الطماطم ده خالص. عامة قشر الطماطم مضر وغلط على القولون، فعادة صفي قشر الطماطم في اي اكلة بتعمليها. بصي القشر ده طبعا ملوش لازمة. يلا كده معانا قرنين فلفل حاميين شطيطة عشان يخلوا كده ايه الصينية تحفة، وهي الصراحة ما تحلاش غير بقرنين الفلفل دول. عايزة اقولك الكميات تقديرية، هتكتري البصل براحتك، هتكتري الطماطم براحتك، ملهاش نسبة محددة. اساسي بقى كمان الخضره، احنا كل ده بنجهز الحاجه بتاعه الصينيه وكل المكونات. غسلت بقى عندي كده شويه من الكزبره على الشبت على البقدونس، بس اكتر حاجه تكتريها الكزبره والشبت، قللي من البقدونس. وغسلت كمان عندي نص كوبايه رز. بصي بقى الرز هنا اختياري، تقدري تحطي رز او لحمه مفرومه او قطع فراخ، بس هي صينيه مليانه بروتين، مش محتاجه الصراحه لا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه. هتشوفي دلوقتي انا هعملها ازاي. اضافه الرز بجد هيديها طعم روعه. حله بقى او صينيه، وانزلي كده بشويه حلوين من الزيت على معلقه من السمنه، وهنبتدي ندبل البصل اللي قطعناه قطع، تشويحه بسيطه كده بس لغايه اما اللون يصفر. عايزه اقولك الصينيه دي مش مكلفه خالص، المكون الوحيد اللي فيه تكلفه هقولك عليه حالا، يعني حتى يعتبر مش مكلف مع الغلا اللي احنا عايشين فيه ده. البصله اصفرت، هنزل على طول بعصير الطماطم اللي ايه صفيته، وزي ما قلت لك الطماطم كميتها تقديريه، تقدري تكتري الصوص تقلليه حاجه براحتك. دلوقتي بقى هتبل فلفل اسود، كمون، كزبره، وملح، ونص معلقه سكر، التوابل العاديه اللي اهلنا حبايبنا في الارياف بيستخدموها، ولا بقى بهارات ولا اي حاجه، مفيش غير الكمون والفلفل والكزبره. وخدي عندك احلى طعم. انا هسيبهم بس يشكشكوا مع بعض شويه، انا مش هسيبهم يتسبكوا لا، انا هسيبهم بس ياخدوا غلوه واحده. وهننزل بقى على طول بنص كوبايه الرز المغسول. الرز ما تكتريهوش قوي، كفايه نص كوبايه هيبقى حلو قوي قوي على الكميات دي. هبتدي بقى اقلب، انا عايزه الرز كده يستوي معايا نص تسويه، ما يستويش سوا كامل ولا يعجن. هزود بس شويه ميه، لان الطماطم انا مش ضربها بميه فتحسي انها ايه تقيله معايا. لو كترتي الطماطم عن كده هيبقى الصوص كتير، بس انا بالنسبه لي نص كيلو حلو قوي، ما بحبش اكتر الطماطم فيها. خلاص يبقى شويه ميه صغيرين كده يبقى فيها شويه صوص. وكده الرز استوى عندي نص تسويه، هو خد بالظبط كده غلوتين مع الطماطم. وقفلت بقى وهسيب الصينيه تبرد تماما، لازم اسيبها تبرد. وادي بقى يا ست الكل البروتين اللي احنا هنحطه في الصينيه، وهو البيض. والبيض طبعا كميته برضو اختياريه، انا عن نفسي هستخدم حوالي 9 بيضات، لاني هعمل صينيه كبيره، صينيه للغدا هنتغدى فيها 9 بيضات. يعني شوفي سعر مثلا البيضه كام، يعني قولي حوالي حاجه و30 جنيه، 38 في الحدود دي. فالبيض اكيد مكون هيبقى اقتصادي للغدا، وهيدي طعم تحفه للصينيه، واجمل صينيه بتتعمل. هي مش عجه، هي مش طريقه العجه العاديه لا، هي اسمها كده صينيه البروتين اللي دايما بيعملوها اهلنا في المنوفيه، وخطيره جدا. هضرب بقى البيض كويس كده مع شويه ملح وفلفل، طبعا الرز والصلصه فيهم الملح والفلفل والتوابل بتاعتهم، فملحت وحطيت فلفل اسود على البيض. اهم حاجه ربيه كويس قوي 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 قبل ما تحطيه، عشان ما تبقاش الصينيه حته عاليه وحته واطيه. شايفين بقى الرز بالصلصه يا جماعه، لازم يكون هادي تماما، ما يكونش حتى سخن عشان البيض ما يستويش. عارفه هي لو سخنه اول ما نحط البيض هتلاقيه استوى والصينيه باظت معانا، ودي حاجه احنا مش عايزينها. حطيت بقى لون الفلفل الاخضر، وهجيب الخضره اللي انا قطعتها وهقلب كل الكلام ده على البارد. يا جماعه ريحه الخليط ده كده تحفه من قبل ما تخش الفرن. هندخلها الفرن على اعلى درجه حراره في الشبكه اللي في النص، وهي ما بتحتاجش شوايه، انتوا عارفين اصلا البيض بيستوي بسرعه، يا دوب هياخد معانا من 20 ل 30 دقيقه حسب درجه حراره فرنك. بصي بقى تقليبه حلوه كده، الرز زي ما اتفقنا يكون نص تسويه، استوى نص تسويه، وتسيبيه يبرد تماما قبل ما تحطي البيض.
الله الله على الجمال. وبصي لازم بقى تبقي ايه جعانه موت عشان تاكلي الاكله دي. جوعي نفسك كده وحمصي لك كام رغيف عيش، عايزاه عيش طري مفيش مشكله، وغمسي. عايزه اقول لك الصينيه دي بتتحط كده وكلنا بنهجم عليها بالعيش، بتبقى يا جماعه خطيره خطيره، لازم تجربوها. غدا اقتصادي مفيد ولذيذ جدا. هي دي بقى صينيه البروتين، لو مجربتيهاش هيكون فايتك كتير بجد. لازم تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. جبت بقى صينيه تانية كده هديها دهنه حلوه من الزيت عشان تقطعيها بقى كده خرط خرط لما تستوي زي العجه بالظبط. شوفي دهنه حلوه كده ومن الجوانب عشان ما تلزقش منك. ويلا بقى على طول يا ست الكل انزلي باجمل خليط عملناه. يا جماعه ريحته تحفه، يعني ما تعرفيش بقى هو مديكي على ايه، يعني تحسي كده في طعم محشي، في طعم عجه، في طعم جمال، يعني مدي كذا نكهه. بصوا بقى زي ما قلت لكم، نص ساعة 20 دقيقة لو فرنك حامي بالكتير وهتستوي. لو حساها من فوق مبيضة شوية مفيش مشكلة، شغلي الشواية على الهادي كده، مفيش 7 دقايق وهتكون جاهزة. بصوا بقى اللهم بارك، الخلطة بخرطتها والريحة تحفة وجوسي ومليانة صوص ونكهات جميلة جميلة جميلة. هي دي بقى الأكلات الفلاحي اللي عمرنا ما ننساها ولا ننسى طعمها. أكلات بقى كلها بركة وتوفير، وفعلا بيعملوها في الأيام اللي بتبقى ما فيهاش أسواق. يعني إيه ما فيهاش أسواق؟ يعني الأيام ما فيهاش أسواق دي بيقضوها لا بياكلوا لحمة ولا فراخ ولا سمك ولا حاجة. فبتبقى الأكلات الاقتصادية حوالي 4 أيام في الأسبوع، وأكلات اللحوم مرتين بس. احنا بقى النهاردة هنعملها كغدا اقتصادي. اللهم بارك، ان شاء الله هتعجب الكل ومش هتبطلي تعمليها. بصي يعني هي تتحب كده من اول لقمة. جميلة، انا خلاص اول ما حطيت ايدي مش هقدر اوقف. فظيعة يا جماعة والريحة تحفة، ومش شرط خالص تغمسيها بعيش، تقدري تاكليها بالشوكة كده. حبايب قلبي اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى اجمل لايك لمريانة، بحبكم في الله. اشتركوا في قناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.